علشان تنجح في زراعة الطماطم الصيفي، يبقى عندك نمو خضري، ويكون عندك تفريع كويس، ويكون عندك إنتاج وتزهير كويس. في الفيديو ده هنعرف مع بعض شوية نصايح وخطوات علشان نتفادى مشكلة العروة الصيفي. عروة شهر 6 و7 من أصعب العروات في الطماطم. طب ليه؟ بيكون درجة حرارة مرتفعة جدا، بيكون فيها مشكلة صناعات أنفاق، بيكون فيها مشكلة قلة العقد، بيكون فيها مشكلة تسقيط كتير. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعدي من شهر 6 و7 في زراعة الطماطم، وخصوصا في الأراضي الصحراوية زي ما حضراتكم شايفين كده. دي من أحد المزارع اللي احنا بنشرف عليها، ونتابع مع بعض ونشوف النتيجة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة زراعة أونلاين. طبعا أنا آسف على تأخير علشان بقالي فترة منزلتش فيديوهات، بس معلش ضغط الشغل. النهاردة بننزل فيديو مهم جدا على زراعة الطماطم خصوصا في شهر 6 و7. في شوية نصايح كده هنقولها مع بعض علشان نتفادى مشكلة قلة العقد، ونتفادى مشكلة قلة الإنتاج، ونتفادى في الأول خالص مشكلة النبات مش ماشي معاك، ومشكلة صناعات الأنفاق. طيب، أكبر مشكلة بتواجهنا بالنسبة للحشري صناعات الأنفاق زي ما حضراتكم شايفين كده. دي صناعات الأنفاق. طب ازاي نعرفها أو نفرقها عن التوتا أبسوليوتا؟ صناعات الأنفاق بتبقى عبارة عن أنفاق زي ما انتم شايفين كده، ماشية في الأوراق، بس بتاكل في الجزء العلوي بس من الورقة، ما بتاكلش في الجزء السفلي. بص اهي، مش معلمة في الجزء السفلي في الأوراق. ودي برضه اهي صناعات أنفاق. طيب، بفضل الله احنا عندنا يعتبر صناعة الأنفاق عندنا قليلة خالص، يعني زرع نظيف، مفيش مشكلة خالص في صناعة الأنفاق. طيب، هنتكلم في عجالة سريعة كده على المركبات اللي بنشتغل عليها في العروة الصيفي بالذات. يعني بنضيف أول تركيبة، بنضيف مادة شلينجر اللي هي كلورو فينابير، ونضيف معاها بروكلين اللي هي 5.7، ونضيف معاهم مادة الكوراجين. طبعا التركيبة ديت من أقوى المركبات، بتجيب صناعة أنفاق، بتمحيها أو ما بتخليش فيها حاجة خالص. الرشة التانية برضو الكويسة، بنجيب موزبلان الأصل بتاع شركة شورى. طبعا احنا بنتكلم في مصر موزبلان، ونضيف معاه فرتمك بتاع شركة سنجنتا. طبعا التركيبتين دول من اهم المركبات. طبعا احنا بنغير مواد فعالة عشان الحشرة ما تجيبش مناعة من المبيدات نفسها، فلازم نغير كل فترة، كل رشة بنغير المبيدات او المواد الفعالة، ما تكررش مواد فعالة زي بعضها علشان ما تاخدش منها الحشرة مناعة. طب الرش بيبقى كل قد ايه؟ يعني بيبقى على حسب الزرع عندك. انت ممكن تخلي اول في بداية الرش كل اسبوع، وبعد كده على حسب لو في عندك اصابة بتقلل كل 3-4 ايام، مفيش اصابة بتخليها كل اسبوع، مفيش ادنى مشكلة. النقطة التانية بقى المهمة اللي بنتكلم عليها، في بداية الزراعة ما ينفعش تزود مية على الزرع، لان لو زودت مية بيحصل عندك عفان في الجذور من تحت، والنبات ما بيتحركش، ويبقى مشكلته مشكلة، ونبدأ نصرف عليه نشاط جذور، وبنصرف عليه معالجات ملوحة لو عندك أرض فيها ملوحة. ففي بداية الزراعة ما تزودش مية تحت الجذور. احنا عايزين بس كل اللي عايزينه 5 سنتي تحت الجدر بس، علشان الجدر يتحرك ويمشي. طول ما الجدر تحتوش مية بيبدأ يتحرك عشان عايز يدور على مية ويجيب مية في أقرب وقت، فتلاقي عندك معدل النمو عندك سريع. منعطش قوي وما نزودش ري قوي عشان مشكلة أعفان الجذور. النقطة التالتة برضو المهمة في زراعة الطماطم الصيفي، انت بتزرع دلوقتي أصناف تقريبا بتاخد مثلا 70 يوم أو 75 يوم ويبدأ الجمع عندك، أو بيجي الجمع بيبدأ تلوين عندك في الفترة دي. طيب، ابدا امتى ارش حاجات مثبتات للعقد؟ طبعا في الصيف درجه الحراره بتعلى، بتزيد على ال 45 و48، وفي اوقات بتوصل 50، وكل دوت درجه الحراره لما بتعلى بتجيب معاك
عقد بكري او الحبايه ما بتكبرش، بتبقى صغيره. طب ايه الحل في الموضوع دوت؟ تستخدم مثبتات عقد قويه عشان تجيب معاك انتاج كويس، زي مثلا مركب الجوكر بيجيب نتائج ممتازه في الطماطم في الصيفي، عشان هو مخصص اصلا لعقد ثمار الطماطم. وفي مركبات تانية لو مش متاح ليك الجوكر ممكن تجيب مركبات تانية، بس مركب الجوكر ده عشان انا شغال بيه وعارف نتائجه كويس، وعارف في العروة الصيفي بيعمل ايه والعروة الشتوي بيعمل ايه والعروة الربيعي والخريفي بيعمل فيها ايه. بفضل الله مركب قوي جدا في موضوع العقد والتلقيح في نبات الطماطم. انا بستخدم مركب الجوكر بمعدل في العروة الصيفي معدل 250 جرام على موتور 600. موتور 600 ده بيرش قد ايه؟ بيرش معاك من فدان ونص لفدانين. احنا ليه بنرش مثبات عقد في الصيف؟ علشان درجة حرارة تبقى عالية، حبوب اللقاح بتموت، وطبعا الزهر عندك بتنفل وما بيحصلهاش اي عقد فبتقع وتموت. فعشان كده بنرش حبوب اللقاح علشان تجيب عقد كويس بمثبت عقد. طب النقطة الأخيرة بقى في الفيديو، احنا خلاص اشتغلنا عفان جذور في الأول، أو خفينا الري عشان ما يبقاش عندنا عفان جذور، واشتغلنا على الحشري اللي هي صناعة الأنفاق أو التوتا أبسوليوتا برضو، واشتغلنا على مثبت العقد. بعد كده عايزين نحجم الثمرة بعد ما تبدأ تكبر أو تبدأ يحصل ليها عقد، بيبدأ معاك يجيب حبوب. فعايزين نسمد نترات بوتاسيوم ونرش نترات بوتاسيوم. نترات البوتاسيوم من افضل الصور او اسرع الصور في امتصاص العناصر او في امتصاص او عنصر البوتاسيوم عموما. امتى نشتغل تحجيم في الطماطم؟ شفت الحبايه اللي انا ماسكها دي؟ ده افضل وقت لرش البوتاسيوم عشان يحجم معانا الثمره وما تبقاش حبايه صغيره وتبقى العقد قليل. وكمان الحبايه صغيره لا، هيبقى عندك العقد ما شاء الله كويس باستخدام مثبت عقد، ويبدأ معاك الحباية نفسها تكبر ويبقى عندك إنتاج في المزرعة بتاعتك. يبقى أفضل وقت لرش نترات البوتاسيوم أو أفضل صورة لصور البوتاسيوم اللي هي نترات البوتاسيوم بنرشها حجم الحباية زي كده، أي حجم الزيتونة يعني. ده أفضل وقت. دي معلومة يا جماعة مهمة جدا لازم تعرفوها عشان نشتغل صح ويجيب إنتاج كويس. بفضل الله طبعا لو في عندك الأرض بيبقى فيها نسبة ملوحة، ما بتستخدمش حاجات للتلوين. طبعا احنا بنستخدم حاجات للتلوين طبيعيه زي مثلا سيطرات البوتاسيوم ونضيف معاها حديد، بنزود التلوين شويه. طب الارض عندك فيها ملوحه ما بتستخدمش ولا سيطرات بوتاسيوم ولا حديد، لان هي بتلون لوحدها لو الارض فيها ملوحه. ده كده كان فيديو سريع عن اهم المشاكل اللي بتواجه زراعه الطماطم خصوصا في العروة 6 و7. لو في اي فيديو او عايزين اي معلومه نضيفها في فيديو تاني ممكن تكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو. طبعا ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.